جبت لكم واحد الخبر غريب جدا وجميل جدا وفي نفس الوقت مؤسف جدا. اجي شوف الانسانيه اللي فيهم هاد الناس هادو فاش كيبغيو يديروا الانسانيه، عارف فاش كيبغيو هما؟ قال لك اسيدي بسبب مقتل حمامه استنفار امني ضخم في برلين للبحث عن الجاني في واقعه غريبه من نوعها. قال لك تسبب مقتل حمامه واحده، يعني واحده وصافي، في استنفار امني ضخم بمنطقه هيلاسدورف في برلين، هيلاسدورف في الزايده الشرقيه، بعد ان ابلغ شهود عيان الشرطه انه تم سماع طلقات ناريه ورؤيه سقوط حمامه من السماء داخل فناء احد المباني، يعني في الهوف ديال شي دار. قال لك قوات خاصه داهمت الشقه المشتبه بها بقوه، لكن المفاجاه انهم لم يجدوا سوى ذخيره لبندقيه، بندقيه هوائيه ماشي يعني، ولا اسلحه ولا اشخاص، ما لقاو حتى شي واحد القوه ديك البندقيه وداك الشيء. بعد ساعات حضر صاحب الشقه، مشى لعندهم، هو مشى عندهم للبوليس، مركز الشرطه، لاستلام مفتاح منزله الذي فتح بالقوه، واعترف بانه قتل الحمامه بمقلاع ضربها بالجبهه. قال لك الشرطه تحقق معه الان بتهمه اتلاف ممتلكات خاصه، حيث القانون الالماني تعتبر الحمام والحيوانات يعني اللي كتكون في المدينه كامله، الحمام خصيصا، انا تيقول لهم فليكنغارتن، يعني الفيران الطائره هنا في برلين، يعني كتعتبر من الممتلكات الخاصه. الا قتلتي شي حمامه بحال ضيعتي شي ملك خاص ديال الدوله، فهمتي؟ بحال هرستي شي بوله ديال الشارع، بحال هكا. رغم ان الحيوانات تصنف ككائنات تشارك الانسان حياته، الا ان قتل الحمامه غالبا ما يسجل جنائيا، الجنائيه ديالك، يعني كايتلاف ممتلكات خاصه. شنو بالكم في هذا الخبر هذا؟ واش زعما يستاهل كاع هذا البلان اللي داروا عليه، ولا زادوا فيه بزاف، ولا كيبغيو يديروا يعني هذيك البلان ديال الانسانيه ديالهم وحقوق الحيوانات، ولا ما كيبغيو هما؟ كتبوا لي في الكومنتات.